في عيد الحب السنة دي بدل ما تقول لها بحبك جدد وقول لها مرقك، يعني بحبك بس بلغة جدودك المصريين القدماء. بالكلمة الحلوة وبمساعدة الإلهة حتحور ربة الحنان كان المصري القديم بيعبر عن الحب، وده لقوه موجود في برديات كتير، منها بردية هارس اللي لقوها في معبد الرمسيوم في البر الغربي في الأقصر. وخد عندك يا سيدي قصة حب أوزوريس وإيزيس اللي فضلت تعيط وهي بتدور عليه لحد ما لقيته، لدرجة إن دموعها عملت فيضان في نهر النيل. والحب اللي كان موجود بين الملك توت عنخ آمون وزوجته، واللي هتشوفه وتحس بيه في صورتهم الموجودة على كرسي العرش، هتلاقي إنهم لابسين فردتين بس من صندل واحد. شايف الرومانسية؟ ولا الملك رمسيس الثاني اللي من كتر حبه لمراته نفرتاري بنى لها معبد جنب معبده في أبو سمبل واداهولها هدية وكتب عليه إلى التي تشرق الشمس من أجلها. أما إخناتون بقى ياما اتغزل في جمال مراته نفرتيتي وقال لها أنت لست الوحيدة التي خلقها الإله في الدنيا، ولكن أنت الوحيدة التي خلقها الإله في قلبي. اعمل منشن للي بتحبه وقول له مرقك. ولو عاوزين تعرفوا حكاية سيد العاشقين عند القدماء المصريين تعالوا هنا بكرة زي دلوقتي وانتوا تعرفوا.